دافيد فيا، هذا هو الهدف الأول في الدقيقة الرابعة. نذكر بالأهداف لبويول، وتحدث عن الارتقاء الجيد والتوقيت الجيد للمدافع العائد من الإصابة والذي لم يفتقده كثيرا المنتخب الإسباني في يورو 2012. هدف التعادل من كاسترو لفائدة سوسيداد في الدقيقة التاسعة، ولكن سرعان ما استعاد برشلونة كبرياءه وتمكن من إضافة الأهداف الواحد تلو الآخر. ميسي في الدقيقة 11 يعطي التقدم من جديد، هدفان مقابل هدف واحد. بعدها سيأتي ليوقع الهدف الثاني كما فعل في الموسم الماضي عند افتتاح الدوري في مرمى فياريال. هذه المرة يسجل هدفين في مرمى ريال سوسيداد ويكون السباق إلى الكرة ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 18. بعدها في حدود الدقيقة 41 يأتي الهدف الرابع بتوقيع اللاعب بيدرو خالي من المراقبة، وينتهي الشوط الأول برباعية مقابل هدف واحد. واستطاع برشلونة أن ينهي المباراة بالبديل دافيد فيا الذي استعاد من جديد يلعب أول مباراة رسمية له بعد كأس الأندية، كأس العالم للأندية، ويحرز الهدف الخامس في الدقيقة